السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إخوتي وأخواتي وأحبابي الكرام، وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أعتذر من جميع الأحباب اللي ما أحسن ترد عليهم لأنه إجتني تساؤلات كثيرة على الفيديو اللي نشرته المرة الماضية. أحاول أجاوب على عدة تساؤلات، وأهم التساؤلات اللي وردتنا بإذن الله تعالى اتصالات من كثير من الأحباب. اليوم حديثنا عن فضائل قراءة سورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لا بأس بالرقية ما لم يكن فيه شرك. في شرط أن الرقية ما تكون شرك. التمائم والتولة والخرز الزرقاء وما إلى هنالك كلها أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث آخر أنه هذه كلها شرك. التمائم، الطلاسم وما شابه ذلك كلها شرك. كيف ترقي نفسك بنفسك؟ قراءة سورة البقرة، المداومة على قراءة سورة البقرة أحبابنا الكرام هي بحد ذاتها حرز، وفيها خير كثير بإذن الله تعالى. بنص الحديث الشريف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أخذها بركة، ليس فقط لأمور السحر بل أيضا لأمور الدنيا، وتركها حسرة، من تركها فاته الخير الكثير، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وحكينا لكم بالفيديو الماضي أن الملائكة لا تتنزل على أي إنسان إلا على الأنبياء، إلا إذا شي واحد طلع ادعى النبوة. وأيضا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشريف: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذا قراءة سورة البقرة قراءة وسماعا، وحتى لو قرأناها على ماء وشربنا منه أو اغتسلنا منه بإذن الله تعالى مباح وضمن الشرع الحنيف وعلاج بإذن الله تعالى. المسحور إذا استطاع أن يقرأ سورة البقرة يداوم عليها، فيها خير كثير بإذن الله. إذا لم يستطع يستأجر من يقرأ له، أو الأصل كما تحدثنا في الفيديو السابق أن يرقي أهل بيته. حتى ولو تعاونوا على قراءة سورة البقرة 49 صفحة، كل واحد يقرأ 4-5 صفحات ويعطي الثاني، أيضا بها أجر وبها فائدة بإذن الله. المهم أنه لا تقطع قراءة سورة البقرة. تقرأها على ماء، تقرأها على زيت، تقرأها على عسل، كله مباح وكله ما في إشكال عليه. أما يلي بيجينا بيدعي إنه عم تنزل عليه ملائكة عم تساعده، هذول جن عم يضحكوا عليك يا حبيبي. ذكرنا الأدلة الشرعية بالفيديو السابق. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فعليك أن تجتهد لتجد علاجك في القرآن الكريم بشكل كامل بإذن الله تعالى. أخيرا أقول أحبابنا الكرام، يلي شبعان مال حرام، يلي ما بيصلي، يلي ظالم الناس وعم تدعي عليه وهو أدرى بنفسه، يلي ما بيذكر الله وإلا وقت بده يكفر، هذا ما في داعي يرقي نفسه حتى يعود إلى الله عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم.